سلام. من بعد ما عرفنا كيفاش ابتكر الإنسان المسمارية والهيروغليفية وابتكر طرق باش يكتبها ويحفظها، الكتابة كبرات وتجمعات في فضاءات خاصة. فضاءات ولات هي الذاكرة الجماعية لتلك الحضارات اللي هي المكتبات. نينوى في القرن السابع قبل الميلاد، الملك الأشوري أشوربنيبال بنى مكتبة وجمع فيها أكثر من 30 ألف لوح طيني منقوش عليها قوانين، طب، فلك وأساطير إلى آخره. ومن بين هاد الألواح كانت الألواح اللي تناقشت فيها ملحمة جلجامش الشهيرة اللي كتعتبر هي أقدم عمل أدبي مكتوب. وهكذا كانت مكتبة أشوربانيبال أول مكتبة منظمة في التاريخ. ومن بعد قرون قليلة في مصر حتى هي تبنات أكبر وأعظم مكتبة في ديك الوقت اللي هي مكتبة الإسكندرية، وتجمعات فيها مئات الآلاف من المخطوطات بلغات مختلفة، الإغريقية والمصرية وحتى لغات شرقية. تحولت مكتبة الإسكندرية المكان كتجمعوا فيه علماء وفلاسفة من مختلف أنحاء العالم في ذيك الوقت. ولكن مع الأسف في التاريخ دازو ملوك وحكام ما كانوش كيهتموا بالمعرفة والعلم، فتمشوا المكتبات في وقت من الأوقات ودازوا حروب اللي تحرقات فيها هذه المكتبات. الحرائق والحروب مسحوا جزء كبير من ديك المكتبات القديمة والعظيمة، وغير جزء صغير اللي تنشى وقدر الإنسان الحديث يوصل ليه. المكتبات القديمة ما كانتش مجرد بنايات، كانت رمز ديال المعرفة والسلطة، من ألواح آشور ومخطوطات الإسكندرية ومكتبات أخرى بحال مكتبة بيرغامون في تركيا وبيت الحكمة في بغداد. الإنسان حاول يجمع اللي يعرفه ويحفظه الأجيال اللي من بعده. والتاريخ علمنا أن المعرفة اللي ما كتحفظش كتضيع، واللي ما تشاركش كيتلاشى. من هذه المكتبات ورثنا فكرة أن العلم ميراث جماعي، وأن الكتابة هي جسر كتربط بين الماضي والمستقبل. الكتابة بدات على الحجر وكبرات مع الطين والبردي وتجمعات في مكتبات، والقفزة الكبرى جات من بعد ما اخترع الإنسان الطباعة. في القرن ال15 الميلادي الألماني يوهان غوتنبرغ اخترع الطباعة ساهمت بشكل كبير في نشر الكتب بسرعة، نشرت المعارف الدينية والفكرية والعلمية في نطاق واسع، ومنها بدات المعرفة تنشر بشكل أوسع بين الآلاف من القراء، حتى ولات الكتب جزء من الحياة اليومية ديال الناس، روايات، صحف، مجلات، كتب مدرسية إلى آخره. وفي القرن العشرين مع ال21 بعد الظهور ديال الكمبيوتر والإنترنت بانوا الكتب الإلكترونية، والمكتبات انتقلت من الرفوف لشاشات الحاسوب ومن بعد لشاشات الهواتف الذكية، وتحولت الكتابة لصيغة جديدة. وهكذا بدات الكتابة الرحلة ديالها من نقش على حجر حتى الكتاب الإلكتروني في جيب.